كارثة، فاجعة، مستحيل. محمد خرج سرا من مكة. خبر نزل كالصاعقة على قريش، وأعلنت في إثره عن جائزة قدرها 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. في هذه الأثناء سمع واحد الرجل سموه سراقة بن مالك، وكان يسكن قريب من مكة. كيسمع بالجائزة اشرأبت أطماعه. وعلى هذه اشرأبت معناتها كبرت وزادت أطماعه. سراقة يبغي الدراهم بزاف، وتفكر باللي كي كان جاي في الصحراء شاف 3 تاع الناس، خاطرش اللي خرجوا من مكه هم محمد وابو بكر ودليلهم عبد الله بن أريقط القيد تاعهم. شاد هنا سراقه قال للجاريه تاعه، قال لها خرجي الفرس تاعي وربطيها خارج القبيله، خاف اذا كان شي واحد يسمع به ويطمع في الجائزه هو ثاني. وخرج في الليل دا السلاح تاعه معاه وركب الفرس ودخل للصحراء. من بعيد شاف 3 تاع الناس، قال هذا هما. راح يجري لهم، يجري بعد فجاه تعثر الفرس تاعه وطاح. تعجب كي قرب لهم الفرس تاعه رجليها غتروا في الارض. بدا يعيط يا محمد، قال لها ادعي لي الله حتى يحرر فرسي. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وتحررت هذيك الفرس. بعد كي تحررت ثم عاود بغى يطلقها وراهم، عاود غدرت هذيك الفرس. غادي يحاول فيهم، قال لها ادعي لي الله، قال لها هذه التاليه صاي ما نعاودش، قال لها هذه التاليه، قال له كان تسلكني، قال لها دي السلاح تاعي دي دراهمي دي كوش، قال غادي نمنع القوم تاعي ما كاش اللي يخرب فيك. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لا اريد لا مالك ولا سلاحك، قال لها امنع عنا القوم فقط. من بعد كي جا مولي سراقه حبس ودار عند الرسول وقال له يا محمد، قال له اذا ظهر دينك وعلى مقامك وجيت عندك فهل ستكرمني؟ قال له اكتب لي ذلك، انا كتبه لي في ورقه. اجابه الرسول قال له وكيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى؟ سراقه قال له كسرى بن هرمز؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ونخلع سراقه ودا هذيك الوثيقه تاعه ولا القوم. ودارت الايام ومرت الغزوات وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه. هذاك النهار سمع به سراقه باللي المسلمين داروا دوله كبيره، دا الوثيقه تاعه وتوجه للمسلمين. كي جا داخل الصحابه ما خلوش يدخل، وهو رافد ديك الوثيقه تاعه ويعيط يا محمد يا محمد. كي دخل عنده قال له راك عاقل واش قلت لي ذاك النهار اللي تلاقينا في الصحراء؟ قال ها هي الوثيقه. فبذل له الرسول صلى الله عليه وسلم المال ودخل سراقه بن مالك رضي الله عنه الى الاسلام. من نهار عمر بن الخطاب جهز الجيوش للمعركه الكبرى ضد الفرس ويقدروا يتغلبوا عليهم، رجعوا المسلمين وهم يحملون معهم كنوز كسرى وحطوها بين يدي عمر. كي شافها عمر اندهش، كميه المجوهرات اللي كانت قدامه عظيمه جدا، كان قادر اي واحد من المسلمين يرفد حاجه ويديرها في جيبه. مع ذلك المسلمون لم ياخذوا شيئا من كنوز كسرى. هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عيط لسراقه بن مالك بالهروه، عطاه لباس كسرى، قال له هاك البس. المسلمين يتفرجوا. سراقه قال لها انا نلبس كسرى. قال له والله البس. ما لبس لباس كسرى والنعل كسرى والتاج كسرى وخواتم كسرى والسواري كسرى. هنا سراقه تفكر الوعد اللي وعده له الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حي، وهو لابس هذاك اللباس والفرح يغمره من كل جانب والمسلمين يكبروا. عرفوا واش دار سراقه هنا؟ شاف المسلمين ودار عند عمر وقلع كاع هذيك المجوهرات اللي كان لابسها ورفع راسه الى السماء وقال اللهم انك منعت هذا المال عن رسولك ومنعته عن ابا بكر، فاعوذ بك ان تكون قد اعطيته لي لتمكر بي. من بعد قرر باش يقسمها على المسلمين. رضي الله عن سراقه بن مالك.